صباح جديد في منطقة ألكسندريا بواشنطن، ولقاء مع الدكتور بالقاسم ناهي الأمريكي العربي الذي يدير أكبر مؤسسات الإغاثة الإسلامية بالعالم في واشنطن، إسلاميك ريليف. المغربي الأصول بالقاسم ناهي المتخصص أيضا في علوم التضامن والجمعيات غير النفعية، قضى أكثر من 30 سنة في علم جمع التبرعات والإغاثة والتضامن مع الشعوب التي تواجه الكوارث الطبيعية ومشاكل النمو والمعيشة. أسفاره في العادة ليست ب5 نجوم، إنما إلى أفقر البلدان وأكثرها حرمانا. الأستاذ بالقاسم، مرحبا بك في اليوم على الحرة. بداية، هل يمكن أن تقول لي أشياء ومحطات عما تقوم به مؤسستكم هنا في أمريكا وفي خارجها؟ الأعمال ديالنا كلها تنصب كما ذكرت حول التنمية المستدامة في بناء المدارس، المستشفيات، الآبار، المياه إلى غير ذلك. نشتغل في أفريقيا. أنا شخصيا مسؤول عن أفريقيا. عندنا مشاريع ضخمة جدا في أفريقيا، وكل الموارد المالية ديالنا التي تأتينا من الأفراد وليس من المؤسسات ولا من الدولة. سيد بالقاسم، كيف أصبح هذا البلد من بين أكثر البلدان في العالم من حيث العطاء، من حيث التطوع؟ لماذا بالتحديد يقومون بكل هذه العمليات التطوعية؟ هي أخي، هذه المسألة تدخل في إطار ما يسمى ثقافة البلد. البلد معروف بالتطوع، البلد معروف بإنشاء الجمعيات. أنت تعلم أن في الولايات المتحدة الأمريكية أزيد من 1,200,000 منظمة تطوعية. نعطيك مثال، قضية مثلا التبرع في أمريكا معروف. المداخيل ديال التبرعات الوحدة في أمريكا وصلت السنة الماضية إلى 365 مليار دولار. التبرعات ديال الامريكيين، يعني شعب كيتبرع بالوقت ديالو، شعب تيتبرع بالامكانيات ديالو، تيتبرع بالوقت ديالو. وملي تجي لهاد البلاد راه تتعلم هاد الامور هذه. حنا الحمد لله تعلمناها في بلادنا. ملي كتجي لهنا كتلقى واحد المساحه شاسعه فين ديال العمل، خصك تعمل، ما تقدرش تبقى وثانيا كتفكر بان عندك واحد البلد خليتيه موراك، خليتي ناس موراك. اذا مادام ان عندك العلم وعندك الوقت خصك تستثمروا باش ترد لهم واحد شويه الجميل. أستاذ بالقاسم، هل من عراقيل، هل من تحديات لعملكم هنا في الولايات المتحدة؟ هذا شيء عادي جدا، ولكن أنا دائما أقول يجب أن يشتغل الإنسان في إطار قانوني، لأن هذه بلد المؤسسات، بلد يحكمها القانون، تحكمها المؤسسات، فلا يعقل أن تدخل في إطار عمل تطوعي غير قانوني. خصك لابد تعرف اشنو كدير مع من غتمشي وفين غتمشي وشنو ولاش كدير هذاك العمل. أستاذ بالقاسم، كيف تستفيد المنطقة العربية والإسلامية من خبرات مثل خبراتك أنت وغيرك من الناشطين هنا في أمريكا وفي العالم الغربي ككل؟ نحن هؤلاء الذين يتواجدون الآن في الساحة ويعملون في الساحة، الحمد لله راكمنا تجارب أزيد من 25 سنة في الميدان. نحن مستعدون أن نعطي هذه الخبرة كما يقال بدون مقابل. نعطيك مثال، أنا الآن متخصص في علم جمع التبرعات. عندي تخصص، هذا تخصص أنا متخصص فيه، أخذت تخصص من زمان وعندي الدبلوم موجود هناك. ممكن نعطيو هذه الخبرات كلها هذه موجوده والحمد لله، ما عندناش اشكال. خص غير يتصل بنا، وخص يكون عندك واحد، انا دائما نسميه التجرد، بحكم انني مغربي الاصول. اشتغلت بعض الجمعيات في المغرب والحمد لله الان يعني كاين تواصل دائم بيننا، ونحاول ان نطوره، بل نحاول كذلك أن يعني نأخذ بعض الخبراء من أمريكا إلى المغرب. هناك يعني مجال واسع جدا للاشتغال بين المنظمات الأمريكية الغير الحكومية والمنظمات المتواجدة على أرض الواقع. خاصة أنا مثلا أشارك في ما يسمى مظلة ل 265 جمعية، منظمات كبيرة جدا متواجدة يعني في واشنطن. هي مظله ديال 265. هاد 250 مستعدين غدا يمشيو لاي دوله في العالم العربي. يعتقد الدكتور بالقاسم الذي تخرج من بوسطن أنه من الضروري أن تنفتح الدول العربية على الأساليب والطرق العالمية الحديثة في بعث العمل التطوعي ومد الجسور مع المجتمع الأمريكي بكل تنوعه، لأن ذلك ببساطة يصب في مصلحة الجميع. خالد بن طويلة لليوم على الحرة من واشنطن.